بس انت كشوفير تاكسي، انت برايك ايش ممكن تكون الحل لهذا الغلاء؟ حل هذا الغلاء انه نرحم بعضنا. اول شغله نرحم بعضنا، نحن كشعب كلياتنا نرحم بعضنا. يعني ما انا اليوم مش قادر اتبي، مثلا انا عم بشتغل تاكسي طولنا بطلع لي 100,000. حسبي الله اذا ونعم. ببدل جره بدي اشتغل نهارين ثلاثه حتى ابدل جره. يعني بس عندي جره غاز، في عندك مصروف، في عندك طيب يعني, العبد يعني واحد اليوم اذا واحد مرض لا تؤاخذني بالكلمه مرض، يعني شلون اليوم تروح على دكتور، روح على الدكاتره، روح على المشافي، جزارين يا اخي والله جزارين. غلي روح غلي على الدكتور، خذ منه ضريبه، خذ من فلان ضريبه، لا تاخذها من عقبه الشعب بالمازوت من البنزين. في عندك 100 شغله بتحسن تطالع منها، 100 شغله بتحسن تطالع من في شغلات الله يعني خذ من الزناقيل، قصدك خذ من الزناقيل ضرائب. في شغلات داخله على البلد رفاهيه، في شغلات عم تدخل على البلد رفاهيه، يعني في يعني ما لها تاثير على الفقير. يا اخي حط عليها ضرائب، الزنقيل بده يترفه يشتري، حط رفاهي، حط ضرائب على الاشياء الرفاهيه، مو تحط لي اليوم على المازوت، غلي المازوت، غلي البنزين. هلا انا معايش على الشغله هي، يعني احنا طلعانين من الحرب انتنا ابو فراس العالم. حسبي الله ونعم الوكيل. يعني انت عم بتشوف في عينك الله، انت طلعت مع يطلع مع غيري يجوز يحكي اكثر من هيك، يعني الحمد لله الله سيطرها. بس في عالم مغلوبه، في عالم مغلوبه يا حجي والله. في عالم انا عندي في لا بنام لا ليل ولا نهار عم بشتغل التاكسي. واليوم هدك كاسي هي، طب هذا يلا قول هذا منين طلع لنا؟ الزناقيل حاطه شركات عم تاخذ لها مصاري. طب يا حجي والله على وجه ما بصير. اليوم انت عم تحط لي تطبيقات، عم تنزل تطبيقات على البلد. انت ما بتقدر تشتغل على التطبيقات، ما بتقدر ايش تشتغل. التطبيقات؟ هذا عم بيشتغل على التطبيقات يا حجي، هذا عم بيطلع بتسلى، ما عم بيطلع بيشتغل. معلش ما بتقصد الله، هذا شاب اخذ سياره، مشتري سياره ابوه، بيطلع بعد الجامعه بيطلع بيشتغل عليها. سيارات خاصه قصدك، يعني مو سياره تاكسي. ايه السياره خاصه، عم بيطلع مثلا ايه بده يتسلى بعد جامعته بعد مدرسته. شوف عم بسووها كلها شباب، كلها رنجات، كلها هذا يعني. حسبي الله ونعم الوكيل. يعني تاخذ زي ما الكلمه والله. انت اليوم واحد ناس سالتني قلت لي هذا واحد اخذ تطبيق من هون للشعار 60,000. صحيح صح سالتني صح. انا اول كلمه قلت لي شقاط، قلت لك 35 من صح حمدانيه صح للشعار. مزبوط الله يجزيك الخير. صحيح. هذا ما بيستوعب هالشيء، هذا يا حد بده يعيش، ما بيعرف هرمز، ما بيعرف اقتصاد، ما بيعرف شيء، اللي بيطعم اولاده ما بيعرف هالشيء هذا. ما بقول لك هو يا اخي نحن مع الدوله قلبا وقالبا، بس يا اخي اليوم لازم يكون في حلول جذريه، لازم نحكي، يعني لازم نحكي بس بنقد بناء، لازم نحكي وقلبنا على البلد. يعني مو نحكي لنهدم البلد، مو نحكي لنعمل فتنه. صح. يعني لازم نحكي لحتى نساعد في بناء البلد. اذا انا ما بدي احكي وهذا ما بدي يحكي، بعد في ناس لها اجنده خارجيه رح تمشي من تحت لتحت وتخرب البلد. اكيد نحن ما بدنا نوصل لهالباب هي، نحن حلوها من ارضها يا اخي. كل نهار كل ما واحد كمان يعني الله حلوه، كل نهار ما واحد صار عنده شغله بيروح بيطلع له اعتصام، بسوي له اعتصام، هي شغله كويسه يعني. يعني اذا واحد يوم حجزوا له سيارته ابوه بيعمل لي اعتصام، اذا واحد راح اخذوا له بيته في عليه شغله، في عليه عمله، كل ما بصير شغله بيروح يسوي لي اعتصام. ما هي كويسه هالشغله هي ما هي كويسه. ما بدنا نوصل كل نهار طلع لي اعتصام بالشام، اعتصام هي كمان بالشام. يعني شيء مين كان قبل اللي يسترجي يفتح يعني تمه؟ هلا لانه صار في شويه حريه يعني مسافه حريه، بس هي الحريه عم نستعملها غلط نحن. يعني اليوم الحريه ما مثل ما بتتفضل حضرتك، يعني مو معناتها اني اذا والله صار معي ظرف مو منيح او واجهت موقف مشكله معينه معناتها بدي اطلع اعتصام واطلع ضد الدوله. يعني بصير طلعوا بالشام جوعانين لك والله شيء بسود الوجه، لا تاخذها بالكلمه الكلب شبعان. بس ما هي حلوه يعني نحن نطلع على اعلام العالم كله جوعان، الشعب السوري جوعان، ما هي كويسه يعني. يعني والله بالازمه كلها ما حدا طلع قال جوعان. هذا الحكي صح الازمه كلها 14 سنه ما حدا قال جوعان، يعني سبب مع انه الوضع هلا بيختلف 360 درجه عن قبل يعني. بس انه اللي عم يطلعوا عم ينقلوا الصوره سلبيه عن البلد، سلبيه يعني. سود وجهنا على الاعلام السوري عم بيطلع جوعانين. مين جوعان؟ ما حدا جوعان، بس العالم متضايقه. بدنا حل جذري، ما بدنا نوصل لمرحله كله يصير هيك، يصير فساد ويصير انبساط وانذار اجنده خارجيه بتفضلت يشتغلوا الشغل هذا. ما بدنا نوصل للمواصيل هي يا اخي. خلص الكهرباء غليها شيل النص، المازوت بنزين رخص شوي، ما اختلفنا. سوي بطاقه، سوي حل، سوي عمل، ما بصير تسوي حل يا اخي. كان النظام الله وكيلك البصل سواه على البطاقه صح. يعني هلا صار العالم كلها تقول الله يرحم ايام والله قبل كنا عايشين. ما نوصل، ما كنا عايشين قبل، لا ما كنا عايشين قبل، كنا مخنوقين بس ما بنحسن نحكي. طبعا
بس الخلق هلا انتقاده عم تقول نحن كنا قبل عايشين. وفي ناس عم تأجج فتنه، وناس عم ترمي قبر، أكيد. وناس عم تحاول انه يعني تظهر الدوله بمظهر مو منيح. هذا اللي عم بصير يا عمي، هذا اللي عم بصير. في اخطاء ما بقول لك لا، ولكن المعالجه ما بتكون بالطريقه السلبيه، بتكون بالطريقه الايجابيه البناءه. اكيد هذا الموضوع هيك والله. امين يا رب. الله يجزيك الخير، الله يعطيك الف عافيه. الله يسلمك. شكرا لمشاركتك.